مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية. ببساطة وفي جملة واحدة، ما شفتش في حياتي نادي عنده الحظ النار ده زي النادي الأهلي. نادي حظه نار. وما شفتش في حياتي نادي حظه ذكر زي نادي الزمالك. نادي الزمالك حظه ذكر. الماتش اللي احنا شفناه النهارده بيقول لك ايه؟ ان جنرال حظ هو عضو مؤسس في النادي الاهلي، وانه النادي الاهلي مهما حصل وتحت اي ظرف الحظ دايما يبقى معاه. يعني حد هيقول لي ايه يا عمرو، هو ايه الحظ؟ معرفش. ما شفتش في حياتي نادي عنده الحظ النار ده زي النادي الاهلي. نادي حظه نار. وما شفتش في حياتي نادي حظه ذكر زي نادي الزمالك. نادي الزمالك حظه ذكر. عم الدنيا وعم العالم، النادي الاهلي بطل ابطال افريقيا، بطل ابطال افريقيا. كايدهم انت، حارقهم بزياده قوي. ايه يا جدع، في ايه مالك؟ ما تهدى يا عم. انت ليه حارق الدنيا كلها قوي كده؟ هما ليه محروقين منك قوي كده؟ ليه متكادين منك قوي كده؟ ولا عشان انت فوق محدش عارف يطولك، فبالتالي كله عمال بك 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 يقول اي كلام والسلام؟ اي كلام والسلام. عشان تعرف بس انت حرقهم، حرقهم بزيادة. فاستمر ايها الاهلاوي الجميل العظيم، الاهلي يعني النادي الاهلي، بتكلم عن النادي الاهلي. استمر وهتلاقي جمهورك في ظهرك. طول ما جمهور النادي الاهلي في ظهره، الاهلي في حتة تانية خالص. مليون مبروك لكل الاهلاوية على ماتش النهارده، الاهلي وطلائع الجيش. مكسب مهم في الدوري ان شاء الله. الدوري السنة دي اهلاوي يا رجالة، ان شاء الله ما تقلقوش.